ديوي الوقداني من قبيلة عتيبة، له قصيدة من أروع القصائد القديمة، حتى أن الكثير يعني من النقاد من شعراء عتيبة أو من غيرها من القبائل قالوا هذه هي شيخة قصيدة عتيبة كله. وسبب القصيدة أن بديوي طلع من جماعته من نجد وراح للعراق، والسبب اللي يطلعوا هو ذكروا بالقصيدة أنه شاهد يعني بعض الجفاء أو مثلا بعض القسوة، أو مثلا فيه ناس حتى ربما مثلا يظهر بعض الكراهية لك لو من الغيرة. أحيانا به ناس يغارون من الغيرة، مثل إذا شافوك مثلا رجال طيب أو شافوك رجال مثلا الناس مثلا تبيك أو شاعر مثلا مرموق أو ما شابه، هو حس بالشيء هذا ووضحوا بالقصيدة. يقول قوم من اللي جيتها رفت شواربها بالضحت وقلوبها فيها الردى جالي، وقوم من اللي جيتها صكت حواجبها تبدي لي البغض في مقفاي وقبالي. فالرجال مشى وراح للعراق، واكل وقت ديار العراق ريف ربيع وخير، ما هي مثل نجد يعني ديار جوع والخوف بعد في يجي بعض المرات. فيوم انه جلس هو بالعراق توسع صدره، لكن مهما كان يعني وسعة الصدر والربيع يبقى يعني حب الجماعة وحب الأقارب والجلوس يعني بوسطهم، هذا له لذة خاصة مهما كان. وناس واجد يعني شكوا من جماعتهم وراحوا، لكن بالأخير رجعوا. لكن بديوي يوم انه جلس فترة بالعراق وتوسع صدره قال القصيدة هذه بعد ما شاف له بارز يلوح على الصوب ديار النجد اللي هي ديرة أهله. يقول يوم انه شاف رفيف البرق يمر، يوم انه رف قلبه يتمنى يعني ان هالسحاب هذا يصير على نجد ديرة أهله، ما يبي على ديرته اللي هو به، لأنه مهما كان يعني حب الديار وحب الأهل شيء مطبوع بالقلب. وبنفس الوقت يحض الناس بالقصيدة هذه ان الرجال ما يجلس في مكان بوه ضيب، انه والمتان هذا لو انه غالين عليك وقاربك غالين عليك، إذا شفت يعني ضيم ارحل ورح. يقول الناس صحيح انهم اجناب، لكن لاجل اسمعهم تصير واحد منهم، يعرفون طبايعك وانت تعرف طبايعهم وتصير واحد منهم، والارض لله والارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ويقول بديوي يقول ايامنا والليالي تسمن عاتبها، شبنا وشابا وعفنا بعض الاحوال، تاعد مواعيد والجاهل يسذبها، واللي يعرف حدها من همها سالي، اللي صفت يوم ما دامت مشاربها، تجبل وتجفي ولا دامت على حالي، ياما نظرنا وشفنا من عجايبها، واليوم الأول تراها شوى من التالي، أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي، جربت الأيام مثل من يجربها، تجريب عاجل وذاق المر والحالي، كم من علوم وكم آداب نكسبها، والشعر مازون مثقال مثقالي، أعرف حروف الهجة بالرمز واكتبها، عاجل ومجنون حاوي كل الأشكال، لا شك حظي ردي والروح متعبها، ما فادني كثر تاديبي مع أمثالي، قوم اللي جيتها رفت شواربها بالضحت وقلوبها فيها الردى جالي، وقوم اللي جيتها صكت حواجبها تبدي لي البغض في مقفاي وقبالي، ما تنيلا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرتي ماكر ودجالي، يا حيف تخفى أمور كنت حاسبها، واللي على بالهم كله على بالي، والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب في جمع الأموال، المال يحيي رجال لا حياة بها، كالغيث يحيي هشيم الدمدم البالي، عفت المنازل وروحي يوم أجنبها، عنها غنيمة فيها البعد أولالي، لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس كله هم وذلالي، دار به الجوع دايم ما يغايبها، والخوف فيها يجي في بعض الأحوال، جوع سراحينها شبع ثعلبها، السلب والهر يقدم كل ريبالي، عز الفتر أسماله من مكاسبها، يا مرتضي الهول لا عز ولا مالي، دللت بالروح لين أرخصت واجبها، وأنا عتيبي عريب الجد والخالي، قوم تدوس الفاعي مع جربها، لها عزايم تدوس الشامخ العالي، كب المنازل وقل البين يندبها، يبتي عليها بدمع العين هالطالي، لا تعمر الدار والقالة تخربها، بيع الردى بالخسارة واشترى الغالي، والناس جانيب لين انك تقاربها، تكون منها كما قالوا بالامثال، والارض لله نمشي في مناكبها، والله يقدر لنا ارزاق وجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي، اطعن نحور الفياف مع تريبها، وابعد عن الناس تمسي خالي البالي،
مع كل عملية تقطع براتبها، فدا فدا البيد درهام وزرفالي. لو مت في ديرة قفر جوانبها، فيها مواطي سباع القبس مدهالي، أخير من ديرة يجفاك صاحبها، في ملجفة والتجافي والتحلالي. دس المخاطر ولا تخشى عواجبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي. إن المنية لي مست مخلبها، تدرك لو كنت في جو السما عالي. ما فرت الاسد في عالي مرجبها، تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي. والشمس في برجها والغيم يحجبها، تجبل وتجفي ولهب البرج مجدالي. رب السماوات يا مجري كواكبها، يا مجري السفن في لجات الأهوالي. ضاقت بي الأرض واشتبت شبايبها، والغيث محبوس يا معبود يا والي. الله على مزنة هبت هبايبها، رعادها بات له بالبحر زلزالي. ريح العوالي من المنشأ جاذبها، جذب بدلي من جبا مطويت الجالي. ديمومة سبلت ورخ ذويبها، وانهل منها غزير الوبل همالي. تسقي ديار عزيز القوم حاربها، ما عاد فيها لبعض الناس من زالي. يا جاهل اسمع تماثيل مرتبها، فيها معاني جميع القيل والقالي. شبه الدنانير تزهى في قوالبها، في صرفها زايد عن قرش وريالي. يا رب توبة روحي لا تعذبها، يوم القيامة لي قلت بها أعمالي. وصلاة ربي على المختار نوهبها، شفيعنا يوم حشر فيها الأهوالي.